هنا نشكر دولة إسرائيل على اعترافها الصريح بمغربة أقاليمنا الجنوبية، وهذا نصر وإنصاف لقضيتنا العادلة. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، السيدات والسادة النواب المحترمين، اسمحوا لي في البداية بغيت نعبر على اعتزاز فريق التجمع الوطني الأحرار لما تحققه اليوم الدبلوماسية الوطنية تحت قيادة جلالة الملك من إنجازات غير مسبوقة في تحقيق المصالح الكبرى للمملكة وعلى رأسها القضية الوطنية. وآخر هذه الإنجازات ما جاء في بلاغ الديوان الملكي اليوم أمس. وهنا نشكر دولة إسرائيل على اعترافها الصريح بمغربة أقاليمنا الجنوبية، وهذا نصر وإنصاف لقضيتنا العادلة. ونحن في فريق التجمع الوطني الأحرار إذ نتمم كل المكاسب التي تحققت والجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي من أجل تعبئة كل الوسائل للدفاع عن قضايانا الوطنية طبقا للتوجيهات لجلالة الملك. وقد استطاع المغرب أن ينال احترام المجتمع الدولي بفضل سياسته الخارجية المتوازنة والمبنية على الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية، وعلى نهج التعاون والتضامن والمساهمة في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الدوليين. السيد الوزير المحترم، علاقة بموضوع جلستنا اليوم وكموقف إجمالي صادر عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نعرب لكم خلال هذه الجلسة الدستورية عن تصويتنا في الفريق بالإيجاب على معظم الاتفاقيات موضوع النقاش باستثناء اتفاقيتين رقم 1976 و 1977 اللتان تحتاجان للمزيد من الدراسة والتدقيق من أجل الحفاظ على مصالح أفراد الجالية المغربية 6 مليون ونص السيد الوزير ديال المغرب. وبالتالي نسجل تحفظنا بشأنهما ونطلب إرجاء البت وإعطاء الحكومة فرصة لإعادة التفاوض بشأنهما، وفي حين نصوت كذلك بالإيجاب على الجزء المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على اعتبار أن للمملكة تاريخ كبير في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمغرب بلد ذو مصداقية ووثوقية في هذا الملف. شكرا على إصغائكم. شكرا.